ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لك النهارده في فيديو جديد. ازاي تعمل رقم يمني للواتساب؟ اذا كان بقى تعمل واتساب، للتليجرام، للايمو، اي تطبيق، يعني اي جميع وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. طبعا التطبيق ده بيجيب لك رسالة نصية او كل ميل، يعني اتصال او رسالة نصية. يعني التطبيق جامد اخر حاجة. طبعا هكون سايب لك لينك التطبيق ده في الوصف، لينك مباشر. تمام، اللي هو من ميديا فاير. ولو وقفت معاك حاجة يعني هتلاقي برضه رقم اللي هو لينك شات في الوصف، وهتلاقي لينك شات التاني اللي انا ببيع على ارقام في الوصف. تمام. هتيجي انت كده تفتح التطبيق. هيحمل معاك ثانية بس كده. هنا دي رسالة ترحيب او حاجة زي كده. عندك تحت كده حاجة اسمها التالي، اللي هي دي. تمام. تضغط عليها. بعدين التالي عندك هنا حاجة اسمها السيرفر الأول والسيرفر التاني، واللي العب واربح رقم السيرفر التالت. تمام. احنا طبعا ملناش دعوة بالله العب واربح رقم دي، بس انا اشرح لكم بس التطبيق كامل. خش عليها كده، تلاقي عندك لعبة كده زي لا زي ما تكون بتجمع نقط. تمام. زي كاندي كراش كده. طبعا انت هيجيلك الدور الأول. تمام. هي زي كاندي كراش كده زي ما قلت لك. يعني لعبة سهلة، بتجمع نقط وبتاخد بقى ارقام. وليكن مثلا نخلص الدور ده كده مع بعض. تمام. طب كده هو المفروض ان الدور خلص. النجوم ده اكتملت اهي، يعني الدور كده هيخلص مع نفسه. تمام. نيجي احنا بقى نروح كده نلاقي القايمة الرئيسية. ترجع خطوة. هيرجع معاك بالواجهة اللي بتاعت الصفقات دي تاني. عندك هنا الصفر الأول والتاني والتالت. انت مش محتاج تخش على التاني والتالت، لأن الأول معظم الأرقام اللي فيه شغالة أصلا. تضغط عليه كده. عندك هنا بيقولك اختار رقما، فانت هتاخد أي رقم من اللي قدامك دول شغال. تمام. وليكن مثلا الرقم الأول ده اللي هو آخره 88. تضغط عليه كده. عندك هنا لا حدد الرسالة توصلك ازاي، او الكود التفعيلي يوصلك ازاي. اتصال هاتفي او رسالة نصية. فاحنا الاحسن يعني اللي هي رسالة نصية. تضغط على رسالة نصية. بعد كده بقولك من فضلك انتظر الرسالة وضعها في مكانها المخصص، وحرص على عدم مشاهدة احد الرمز الخاص بك، علما ان الوقت محتمل اللي هو 90 ثانية. تمام. فاحنا ثواني بس عشان نسينا ناخد رقم نسخ. ترجع خطوة تاني. تمام. تفعل النسخ الشامل كده واجيب تاني. طب يا شباب، بعد ما خدنا الرقم كده زي ما انتم شايفين، خلاص احنا حطيناه على الواتساب. هتعمل رسالة نصية. تمام. تروح للواتساب. ده الرقم اهوت. تضغط كده التالي. طبعا قبل ما نشوف الرقم هنا بيقولك ليس خلويا. تمام. طبعا اي رقم من دول هو بيقولك ليس خلويا في دولة اليمن او في اي دولة تانية، ده واتساب الماسنجر اللي هو العادي. الرقم ده طبعا بيبقى شغال على الواتساب. يعني لو جبنا الرقم ده دلوقتي، لو بيقولك ليس خلويا، لو جبنا نفعله على واتساب الاعمال هتلاقيه شغال عادي. مفيش اي مشاكل. هتلاقي يجيب لك الواجهه اللي هي التالي، اللي هي كده، اللي هي التالي. هنا برضه نفس النظام. ما علينا. هتلاقي يجيب لك الواجهه اللي هي بتاعت التالي او الغاها، اللي هي الواجهه اللي كلنا معتادين عليها وعارفينها. فانت مفيش اي مشاكل. وهنا تخش على التطبيق تاني. هتاخد رقم جديد عادي. ترجع خطوه كمان. وليكن مثلا الرقم اللي هو، ثواني بس نشوفه.
550 17 5831. 550 17 5381 اللي هو ده. تمام. نفس النظام. الرقم ده هو كمان ليس خلويا. تمام. طبعا زي ما قلت لك، لو خدت الارقام دي وفعلتها على الواتساب اللي هو الاعمال هتشتغل معاك تلقائي بدون اي مشاكل. ثواني نجيب رقم تاني نشوف رقم شغال. طبعا يا شباب ده رقم تاني اهو، قال لي نفس النظام اللي هو ليس خلويا في دولة اليمن. فانا بس عشان ما معيش اللي هو نسخة واتساب اعمال، يعني كل شغلي يبقى على الواتساب اللي هو العادي. انت طبعا هتبقى قاعد في البيت، انا دلوقتي بصور لك فيديو، فما كنتش عارف اصلا التطبيق ده اللي هو بقى شغال على واتساب اعمال. تمام. بس طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات واللي قبله واللي قبله، اي فيد او اي تطبيق اصلا تمام تعمل عليه رقم يقول لك ليس خلويا في دولة اليمن مثلا، الجزائر، مصر، اي حاجة. تمام. بيبقى شغال على واتساب الاعمال عادي جدا، مفيش اي مشاكل. لو كان معايا نسخة واتساب اعمال دلوقتي كنت فعلت لكم رقم عليها. بس هنفترض دلوقتي مثلا ان الرقم ده شغال، هتضغط تالي كده. تمام. وليكن مثلا عشان بس اعرفك هتاخد رقم ازاي. هو ده مثلا، تضغط موافق وهتيجي على قلم تتلقى الكود وهتضغط تلاقي ارسال رسالة نصية. تمام. وهترجع تاني للتطبيق وهتعمل رسالة نصية كده. وبعدين عندك حاجة اسمها اضغط لمعرفة وسائل وصول الرسالة، تضغط عليها. هنا بيقولك لا توجد رسائل. اول ما تضغط انت رسالة نصية وترجع للتطبيق هيجيلك رمز التفعيل هنا، تاخد رمز التفعيل. تمام. اللي هو طبعا بيكون مكون 6 ارقام، وليكن مثلا 1 2 3 4 5 6. تحطه هنا وهتعمل اللي هو تخش على الرقم بقى عادي، تدفع رقم عندك على الواتساب عادي، مفيش اي مشاكل معاك، مفيش اي مشاكل هتواجهك. بس كده يا اخواتي، ودي بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.